بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك حسن الخاتم. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ ما تنسوش يا حبايبي الاشتراك وتفعلوا زر الجرس وحطوا لايك يا حبايب قلبي. النهارده هعمل معاكم محشي، ودي التسبيكة هسبك معاكم يا حبايبي. حاطه شوية زيت وهكمل بسمن. حطوا لايك يا حبايب قلبي. هنستنى لما السمنة يا حبايبي تسيح وتسخن، وهحط البصل ما بحمروش، بدبله بس، وبعد كده بحطه على الطماطم. لو انتوا بتحبوا تقلوا عادي، بس احنا ما بنحبش التقليه. بحط زيت على سمنه يا حبايبي، ولو انت عايزه سمنه بس حطي زيت. حط طبق الرغد. الزيت غالي والسمنه غاليه، لان بنحط من ده دي ودي يشتغل بعض. علبه السمنه اللي جايباها يا حبايبي في التموين. اللي في الحله ده مش حاجه يا حبايبي. انا كنت ولادها ميه، وكنت رحت بيت اهلي، كنت تعبانه وقعدت اسبوع، فجت لقيت الميه عاملاها كده، انما هو مش وسخ ولا حاجه. اما السمنه تسخن هنحط البصل، والمحشي بيحب البصل الكتير يا حبايبي. هعمل النهارده يا حبايبي محشي كرنب وحماية، ان كنتوا تعرفوه. زي ما قلت لكم المحشي بيحب البصل الكتير، لو انتم ما بتحبوش البصل عادي اقلل براحتك. هنحط عليه شويه ملح عشان يدبل بسرعه. وده خضرة المحشي يا حبايبي، اللي هي شبت، كزبره، بقدونس. وده طم اخضر يا حبايبي، زي ما قلت لكم احنا ابني زرعه على السطح، بعجب منه يوم المحشي، بيبقى بيخلي المحشي طعمه جميل. لو ما عندكش بتعملي طم فصوص عادي. والطماطم زي ما عصراه يا حبايبي، وعصره وفرمه فيها قرن فلفل خوض. والطماطم بتاع المحشي او بتاع الطبيخ ما بصفاها. اشتركوا في القناه يا حبايب قلبي، وفعلوا زر الجرس، وحطوا لايك. اللايك ببلاش برضه فلوس، عشان اقدر بكم باذن الله. الطماطم دي يا حبايبي لما بتكون رخيصه بجيبها وبخرطها وبعباها في اكياس، لا بصلصها ولا حاجه، بغسلها وبعباها حد زمان. بتطلعيها بقى تفرميها، بتبقى تخينه، بتبقى ميتها قل. انا زي ما قلت لكم ما بصفيش الطماطم. كده هنحط لها البهارات بتاعتها.
احط لها بابريكا وكمون وفلفل وبهارات فراخ او بهارات اللحمه اللي عندي. كده حطيت البابريكا ودي الكمون يا حبايبي، وفلفل اسمر، ودي بهارات فراخ. لو عندك بهارات اللحمه عادي تبقى حلوه برضه. بس واحط لها شويه ملح كمان واسيبها تتسبك بقى، وما تتسبك هرجع معاكم تاني. ورجعت معاكم يا حبايبي. كده التسبيكه السبكت هيتعرف اللي هي السبكت اما تلاقي الايدام بتاعها طلع على الوش او الزيت تبع ما بتسموه، هي كده السبكت. لانه قلت لكم الطماطم اللي بتتفرط بيبقى ميتها قل، بتنشف. وزي ما عودتكم لما باجي اعمل محشي بحوش لمن تسبيكه بيحب. هحط شويه كتار عشان ابقى احط على وش المحشي برضه. كده نضيف الثوم يا حبايبي، الثوم الاخضر زي ما قلت لكم. وكده الخضره بتاع المحشي والرز انا غسلاه ومصفيه يا حبايبي. اشتركوا في القناه يا حبايبي وفعلوا زر الجرس. هزود الصلصه يا حبايبي لانه ما بنحبوش ابيض. لو عندك صلصه من اللي هي الجاهزه حط معلقتين بتخليها احمر برضه، تخلي خلطه المحشي حمرا بتبقى حلوه. بس انا ما عنديش اكتفي بالتسبيكه او اللي انا عاملاها. والبابريكا بتحمر برضه. كده هنطفي بقى يا حبايبي. اروح بقى اودي الحاجه افرش حاجه على السجاده واودي الحاجه انا اكون ما احشي ارجع معاكم تاني. ورجعت معاكم يا حبايبي. ده محشي الحمص اللي انا قلت لكم عليه. بنجيبه لازم تحطيه في الشمس يدبل او تسيبيه يومين، لان لو جبتيه من الارض وجيت تحشيه ما بتعرفيش تحشيه، بيبقى عن شديد ما تعرفيش تتنيها في ايدك. اهو يا حبايبي. وما بفرش انا حاجه في قعر الحل. وفي ناس بيحشوا كده يا حبايبي، بتحط ورقه كبيره تحت وصغيره فوق وبتحشي كده. اهو يا حبايبي محشي الاقسام، بس لو جبتيه من الارض اول يوم ما بتعرفيش تحشيه. اهي حماتي ما بتحبوش عشان كده هحشي لها كرنب يا حبايبي، ما بتحبش تاكله.
ودي حاجة اسمها خبازة يا حبايبي، اللي هو عندهم أرض بيبقوا عارفين، تبقى حلوة في المحشي برضه. رجعت معاكم يا حبايبي، معلش قفلت الفيديو، كنت بشوف اللي بين ده من ده. الشتا بيحب المحشي يا حبايبي، هو أحسن أكلة في الشتا دي. بس أنا هعمله النهاردة، ما أعملش جنبه حاجة، يعمل جنبه بيض يعمله كده، لأن كان عندنا سمك امبارح. انتوا زي ما انتوا عارفين الحاجة غالية، مولع نار. الخبازة دي بتبقى شكل الورقة بتاعتها يا حبايبي، بتبقى شكل ورقة العنب، شكل ورق العنب بالظبط. هحشي بقى يا حبايبي، هكمل الحلة دي وارجع معاكم تاني. ورجعت معاكم يا حبايبي، كده خلصنا الكرنب اهو، ودي ورق الحمص. هحشي عليه كمان سطر كرنب عشان ما يفك، وحشيت بردك فلفل اقرص على ورق الكرنب، وهحشي كمان سطر على الحماد، وكده يبقى خلصت. اما اطبخه بقى ارجع معاكم تاني. ورجعت معاكم يا حبايبي، كده هنقعد على المحشي زي ما
قلت لكم انا عامله الحله دي كرنب وفوقها فلفل والتانيه حمص. والحمص يا حبايبي عشان تبقوا عارفين ما بياخدش ميه كتير لانه بينزل ميه، يعني بياخد اقل من الكرنب بكتير. ولازم نهز الحله عشان تبقى المحشي لو في سمنه ماسك في بعضه الميه ما بتنزلش، او الشرب. انا ما عنديش شوربه قعدت عليها بميه بس، هو كده ميه تخلص. وطبق الرز بتاعك برضه اما دي تقلب بقى وتنشف هنقلها على القناه الصغيره واولع على التانيه اللي هي محشي الحماده دي زي ما قلت لكم يا حبايبي، حماده على الكرنب. اما دي تنشف هنقلها على القناه الصغيره واحط دي مكان، وهعمل جنبه بطاطس. وبفضل ونعمة دي المحشي ده يقضينا يومين يا حبايبي. ودي لقمة رز فاضت بردك هطبخها مش هرميها. وهنعمل زي ما قلت لكم بطاطس، وده أكلة هيقضيني يومين كده فضل ونعمة من ربنا. هقلي البطاطس بقى وأما المحشي ينشف وتلدن هرجع معاكم تاني. ورجعت معاكم تاني يا حبايبي. كده المحشي الكرنب والفلفل استوى اهو، وده محشي كرنب على حماد زي ما قلت لكم. وعملت جنبه يا حبايبي بطاطس. ودول لقمة الرز اللي فاضت عملت ملمتهاش حرام. وكده عشان ادي اكله هيقضوني اليومين يا حبايبي، عشان بكره ورايا مسافره مني. دي عملت حساب ان الاكل يقضيني يومين. ما تنسوش يا حبايبي الاشتراك وتفعلوا زر الجرس واكتبوا لي تعليق حلو وحطوا لايك يا حبايب قلبي وشاهدوا الفيديو للاخر. ربنا يسعد قلوبكم يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.